في يوم ما تصحى من النوم ما تبقاش لسه في كامل وعيك، فتاخد قرار في لحظتها يبان جامد، بس بعدها بتندم عليه، أو يمكن ما تندمش. نقدر نقول إن رحلتنا للدهب وسانت كاترين بدأت متأخر شوية كتير، ولأن الأجواء زي ما انتوا شايفين فأنا قضيت أغلب الرحلة وإحنا رايحين نوم. أنا عايز أنام يا جميل، أنا عايز أنام يا جميل، مش قادر، عايز أنام. بس ده ما يمنعش ان النوم اتقطع علينا كذا مره بسبب الكمائن ونقط التفتيش اللي مليانه في الطريق. اهم حاجه الامن والامان طبعا كلنا عارفين، ولا ننكر ان كان هناك بعض النقاشات الحضاريه اللي كانت ورا الكواليس مش حابين تعرفوا هي كانت ايه بجد. وطبعا لان رحلتنا كانت ما يقرب ال 12 ساعه فالفجر اذن علينا في الطريق، فطبعا نزلنا نصلي في الاستراحه. واحلى حاجه كانت فعلا في الطريق بدايه الشروق وهو الصبح كده والمناظر الجبليه، واحنا حرفيا معديين في وسط الجبال كلها. كانت مناظر تحفه لحد ما الشمس بدات تضرب في وشنا، والصراحه مش عايزين الشمس تضرب في وشنا في الطريق. وفي احد الاستراحات كان المنظر بجد يستحق التصوير. من احلى الحاجات بالنسبه لي في السفريه دي اني كحد ما بشوفش مناطق بالوسع ده ولا الطبيعه دي، كان كل حاجه بالنسبه لي مبهره حرفيا. وتصورنا كتير، لا كتير. والعودة مرة تانية لطريق السفر اللي كده ما بينتهيش، والحفلة اللي كانت قائمة في الباص في اللحظة دي. ونقدر نقول ان احنا بعد 12 ساعة سفر الحمد لله وصلنا بسلام. اول نقطة وصول لينا كانت دهب ذات نفسها. نزلنا كده في شاطئ على البحر فيه خيام كتير موجودة، مش هنكر لو قلت ان احلى حاجة في المكان ده هو الفيو اللي لسه هتشوفوه دلوقتي. قاعدين في مكان حرفيا لو دلدلت رجلك بس قدام شوية حرفيا هتبقى في البحر، ودي ما كانتش اغرب حاجة حصلت. تحسوا احيانا احلام العصر بتتحقق في الواقع لما تكون قاعد بتستجم على البحر عادي جدا، تلاقي جمال بتعدي قدامك في منتهى الهدوء والشياكه ولا كأن حاجه حصلت. ونقدر نقول دي فقره تغفيل سندس ليا، وانا بحاول اكون من اهل البلد، بس انا كنت بحاول لسبب. ودلوقتي تشوفوا اكتر تجربه فرحتني في السفريه دي. مش هكون ببالغ لو قلت ان دي من اكتر التجارب اللي كانت بجد ممتعه جدا بالنسبه لي، وخصوصا المنظر حوالينا، السماء والبحر والجبال والرمله، بجد حاجه كده ما بتتعوضش كتير. زائد ان كمان كان في حاجات كتير عبثيه حصلت. الشلوى شادة هنصور انا بحب التصوير. وهنا في محاولاتنا العبثيه ان احنا نتصور صور شكلها روش جدا، ما تفهموش انا هنا كنت بعمل ايه، وبرضه ما تفهموش ليه في كل خطوه كان حد فينا غالبا بيقع. ورغم الهواء كتير جدا اللي كان في المكان، الكاميرا السيلفي اللي كانت ملحوسه، ورغم ذلك اتصورنا. تبدا بقى رحله العوده، والمره دي انا اللي رجعت. رغم اني ما كنتش اكسبيرينس زي سندس في سواقه البيتش باجي، وكنا كمان اخر ناس في اللاين، بس لا ننكر ان هنا كان شكلنا روش جدا. وبعد ما خلصنا رحلة السفاري الجامدة جدا اللي طلعناها دي، رجعنا تاني للخيم بتاعتنا، قعدنا لعبنا انبسطنا وتصورنا. وحقيقي كفاية بس ان انت تقعد فترة كده باصص بس للبحر ما بتعملش اي حاجة تانية، ده لوحده استرخاء كفاية. وللأسف كان أنا الأوان بقى إن احنا نتجمع عشان نبدأ نتحرك للنقطة اللي هنروحها بعد كده. وخليني أقول لكم فعلا دهب من أكتر الأماكن اللي تحسوا فيها كده بالراحة النفسية، وكفاية بس المناظر اللي تبصولها قدامكم. بس للأسف كل حاجة حلوة في الدنيا عمرها قصير، وكان لازم بقى في الحقيقة نبدأ نتحرك. والنقطة التانية اللي رحنا لها بعد كده هو الممشى السياحي في دهب. عدينا على حاجات كتير قوي شكلها لطيف جدا في الطريق، اي نعم كنا مفرهدين من كتر المشي وما قدرتش اصور كل حاجة، بس كفاية المنظر ده. وبعد كده اخترنا مطعم لذيذ بفيو تحفة على البحر علشان ناكل كده ونرتاح ونظبط نفسنا. وبقالي كتير ما شفتكوش، اهلا عاملين ايه؟ باين ان طاقتي استنفذت فعلا ولا لسه؟ المهم عقبال ما الاكل بتاعنا كان بيتعمل كان لازم تشوفوا الشكل بس كده اللي كنا قاعدين باصينله قدامنا. بجد يعني ما شاء الله اللهم بارك، كانت المناظر قدامنا من اكتر الحاجات اللي تخليك تبص لها وكل شوية تقول سبحان الله، بس مش اكتر من كده. وزي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات، الشال طلعت بيه فعلا السفرية.
وحقيقي يعني خلينا نتفق كده مع بعض، دي من احسن القرارات اللي انا خدتها في حياتي. الالوان بتاعته مع فايبز المكان كده، كل حاجه كانت فعلا فعلا بيرفكت. وبعد ما جالنا الاكل وكلنا واستمتعنا شويه بالمنظر اللي انتوا كنتوا لسه شايفينه، للاسف الدنيا مطرت وكان لازم ندخل المكان نفسه من جوه، واللي الصراحه كان لذيذ جدا برضو. وخلينا اقول لكم لو انتوا كنتوا بتحبوا الحيوانات ورحتوا دهب فانتوا لازم تجيبوا معاكم اكل كتير جدا، بجد الحيوانات هناك لطيفه لطافه مش ممكنه. وحرفيا لعبنا كل الالعاب اللي ممكن تتلعب، احنا حتى لعبنا سكروب الكوتشينه كانت جامده جدا. وبعد شوية وقت كان لازم نبدأ نجهز نفسنا علشان نبدأ نتحرك لآخر مكان هنروحه في الرحلة دي، واللي انتوا مش مستعدين ليه نهائي، فكان لازم احنا نستعد كويس. درجة الحرارة دلوقتي 3 وانا اطرافي بتتجمد. ده المنظر قدامنا فوق، المفروض ان احنا هنبقى على القمة اللي فوق. ايوه زي ما اغلبكم جه في دماغه بالفعل، احنا كنا طالعين قمة سانت كاترين، هنتسلق أكبر قمة جبلية موجودة في مصر، واللي مش هكون ببالغ لو قلت إن كانت يوميها درجة الحرارة فوق كانت بالسالب تقريبا، بس يكفي إن أقول لكم إن الدنيا كانت كحلة جدا حوالينا، وإن ده كده كان المنظر بس قبل ما نبدأ نتسلق أصلا. وبعد تقريبا 2 كيلو طلوع، نقص أكسجين، تعب في كل حتة في أنحاء جسمك، كان بدأ يظهر شوية كده من ضوء الشروق. حرفيا ساعة ونص كنا طالعين على أنوار الكشافات وعمالين نقع في كل خطوة، ومش هكدب عليكم عند لحظة معينة كنت بدأت أندم على قرارات كتير خدتها في حياتي. وبعد كثير من الطلوع والطلوع والطلوع والنفس المقطوع، فاحنا قررنا ان احنا هنستكفى بنقطة معينة، وصحتنا دي مش هتجيب لآخر الجبل اطلاقا. وبالفعل استكفينا بنص مسافة الجبل وقعدنا نستمتع بمنظر الشروق، لان دي اهم حاجة اصلا كنا عايزين نشوفها من الجبل من فوق. وهنا كانت لقطة عادية بس عم قرر يخليها مش عادية وهو بيعدي بالجمال من ورايا. ولا بأس بانتصارات صغيرة في الحياة زي اني اطلع قمة جبل بصحتي دي اللي ما بتخلينيش اطلع الدور ال11 بسهولة. واللي فرق معايا قوي في السفرية دي هي اني عملت الحاجة اللي اوريدي كنت بعملها في كل يوم من ايام حياتي العادية، بس زادت اكتر في السفرية دي، وهي اني اتأمل في كل حاجة حواليا. اي نعم مش لازم نطلع مسافة 5 كيلو واطرافنا تتجمد وسندس تفضل قاعدة كده مش قادرة تتحرك من مكانها عشان نتأمل، بس مفيش حاجة في الدنيا ببلاش. أسيبكم حبة بقى مع شوية راحة نفسية. وكان لازم طبعا أوريكم المنظر من فوق. ودلوقتي بقى أهلا بيكم في رحلة العودة اللي كانت أمتع بكتير من رحلة الطلوع، بس استمرت لمدة طويلة أطول من اللازم، بس على الأقل الممتع فيها إن احنا كنا أكتر بصحتنا من واحنا طالعين. وخليني اقول لكم بقى ليه رحله النزول كانت الطف بكتير من رحله الطلوع، بغض النظر ان احنا طبعا مش تعبانين ومش بنحارب الجاذبيه، بس فعلا المناظر حوالينا، الوان الجبال والصخور كان شكلها تحفه. احنا واحنا طالعين ما كناش شايفين اي حاجه، كنا شايفين سواد. ده غير ان كان فيه بدو كتير جدا جدا ساكنين على الجبل واحنا نازلين، ده غير الجمال الموجوده في كل حته حوالينا، بجد يعني حاجات ما بنشوفهاش كل يوم. واحتفال صغير ان احنا بعد ساعتين من النزول الحمد لله وصلنا بسلام، وتحت لقينا بقى دير سانت كاترين، واللي عرفت ان هو يعتبر من اقدم الاديرة الموجودة في العالم. ده كده كان واحنا داخلين في كمية خزف وحاجات كده شكلها بجد تحفة. ما خدناش لفة كبيرة في المكان لان الصراحة كانت الصحة يا دوبك، بس كان تحفة. والحمد لله رجعنا الباص بتاعنا الجميل، وده كده كان آخر منظر نفتكره قبل ما نغوص كلنا في النوم لحد ما نرجع تاني القاهرة بسلام.
اقدر اقول انها كانت اكسبيرينس غريبه جدا بالنسبه لي، استمتعت فيها في حاجات كتير، بس الحقيقه ما بحبش اجربها تاني ابدا في حياتي. تن تارارارا رارارارا تن تارارارا رارارارا تن